أول مشاركة لليونيل ميسي. أول هدف لليونيل ميسي. بداية كتابة تاريخ مع برشلونة. في الواحد من مايو سنة 2005 وبالضبط على ملعب الكامب نو بدأ كل شيء، وبدأت رحلة لاعب سيقلب التاريخ وسيسيطر على عرش كرة القدم. أول مشاركة لليونيل ميسي مع برشلونة وأول مباراة رسمية للبولغا كانت على ملعب الكامب نو ضد فريق الباسيتي. برشلونة متقدم بنتيجة 1-0 على ميدانه وبين جماهيره، ويقرر الهولندي فرانك ريكارد إدخال لاعب مغمور غير معروف بدلا من ديكو، جوهرة خط وسط برشلونة في ذلك الوقت والمدير الرياضي لنادي برشلونة حاليا. جماهير النادي الكتالوني كانت غاضبة من تصرف فرانك ريكارد. أنت متقدم بهدف وحيد فقط، وفي أي لحظة قد تلقى هدف التعادل، وأخرجت أمتع لاعب خط وسط في تلك المباراة، ثم قمت بإدخال لاعب غير معروف، واللاعب الغير معروف يرد داخل الميدان. ثنائية مذهلة بينه وبين رونالدينيو، واليونيل ميسي يسجل هدف أسطوري ويقوم بإجبار الجماهير على التصفيق احتراما له، ورونالدينيو بنفسه يعطي التحية لليونيل ميسي ويحمله على ظهره. وتكون تلك هي بداية الرحلة لتحطيم أوروبا وتكسير جميع الأرقام. لو أعجبكم الفيديو اكتبوا تم في التعليقات كي أقوم بعمل فيديو أطول، ومرحبا بكم في قناتنا على اليوتيوب، الرابط في أول تعليق، وإلى اللقاء.